وسام ابو علي يخطر الاهلي بمحاولات كولومبوس كرو الامريكي لانهاء ازمه التعاقد مع اللاعب. ابلغ وسام ابو علي مهاجم الاهلي مسؤول القلعه الحمراء بان محاولات نادي كولومبوس كرو الامريكي للتعاقد معه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، حيث يعمل النادي الامريكي حاليا على انهاء اجراءات قيد اللاعب قبل اغلاق باب القيد في امريكا يوم 21 اغسطس الجاري. وشهدت الساعات الماضيه اتصالات بين النادي الاهلي ووسام ابو علي لبحث مستجدات انتقال اللاعب للنادي الامريكي في ظل عدم قدره الاخير على انهاء اجراءات الصفقه حتى الان، الامر الذي جعل الاهلي يقوم بقيد اللاعب في قائمته المحليه. واكد وسام ابو علي لاداره الاهلي ان مسؤول كولومبوس كرو الامريكي كشفوا له عن اقتراب انتهاء الازمه، وسيتم حسم ملف عقد اللاعب الذي تسبب في تاجيل اعلان التعاقد معه، وسيتم الانتهاء من هذا الامر في غضون ايام قليله. ولم يجد مسؤول النادي الاهلي امامهم سوى قيد وسام ابو علي في قائمه الفريق قبل غلق باب القيد في مصر حفاظا على حقوق النادي الاهلي حتى لا ينتقل الى النادي الامريكي مجانا او اي نادي اخر مجانا في حاله رفع اسمه من القائمه. وكان النادي الاهلي قد اعلن انتقال وسام ابو علي الى كولومبوس كرو الامريكي مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دفعات بواقع 3 مليون دولار فور انتقال اللاعب، ثم يتم تسديد 4 مليون دولار على دفعتين. وقال مصدر في النادي الاهلي ان النادي ينتظر انتهاء اجراءات قيد وسام ابو علي في النادي الامريكي، موضحا ان اللاعب خارج حسابات الاهلي منذ الموافقه على رحيله قبل ايام، وينتظر حاليا اتمام الاجراءات حتى تتم الصفقه بشكل رسمي. اذا لم تتم صفقه وسام ابو علي الى كولومبوس كرو الامريكي، هل توافق على لعب وسام ابو علي مع النادي الاهلي والدخول في التشكيل الاساسي؟ ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.